السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي بكالوريا. ويلكم يا رجالة بالمرحلة الجديدة حبايب قلبي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وإن شاء الله نحقق نجاحات سوا في المرحلة الجديدة يا رجالة. النهارده يا رجالة قبل ما أكلمك على منهج، وقبل ما أكلمك على أول درس، وقبل ما أكلمك على المنهج بتاعك بالعموم، أنا عايز أتكلم معاك كلمتين، مش هناخد مع بعض دقيقة أو دقيقتين يا رجالة. عايزك بس يا صديقي تاخد في اعتبارك إنك أنت دلوقتي بقيت راجل قد المسؤولية. مسؤولية مين؟ مسؤولية نفسك. أنت يا صديقي، مسؤوليتك أنت يا صديقي، لأن الفترة دي يا حبيب قلبي هي فترة تحديد مصير حياتك الجاية هتبقى إيه. طبعا المستقبل بيد ربنا، محدش عارف الكلام ده غيره هو، لكن حضرتك يا صديقي أنت ليك دور مهم جدا في تحديد مصيرك، وهو فترة الثانوية يا حبيب قلبي. قبل ما اتكلم معاك على المنهج بتاعك، انا عايز برضو حتة صغيرة جدا انبهك ليها، انك كنت في دنيا تانية غير الدنيا اللي انت موجود فيها دلوقتي. حضرتك انت كنت بتاخد دراسات وماس ومش عارفة ايه، لا انا الدراسات دلوقتي بقى مادة واحدة اسمها التاريخ الوطني يا صديقي. عندك التاريخ في اولى ثانوي بكالوريا، التاريخ الوطني في تانية ثانوي بكالوريا، وخلاص. بس النظام مختلف، يعني مش هاجي اسرد معلومات ليك ولا هاجي اشرح لك زي ما كان بيحصل، لا انت الطرق مختلفة تماما. وات ايفر اي كان، هي شرح او حل اسئله. حضرتك مش هديك مذكره وهقول لك دي مش هيخرج منها الامتحان، ما بقاش فيه الكلام ده خلاص. احنا دورنا يا رجاله ان انا افهمك ازاي تحل السؤال، لان نظام الامتحان عندك يا صديقي قايم على 60% اختيارات و40% مقالي، فالموضوع مختلف تماما. في الاختيارات لما يجي لي سؤال بيجي لي كذا اجابه صح، مش اجابه ولا اجابتين، ده الاربع اجابات ساعات بيبقوا مدرسين مشتبهين فيهم ان هم صح، بس احنا دورنا هنا ان احنا نختار الاجابه الصحيحه يا رجاله من الاجابات كلها يا حبايب قلبي. وانا دوري اعرفك ازاي تحل السؤال، مش نحل اسئله مع بعض وخلاص، لا ده انا موجود معاك هنا يا رجاله عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي يا صديقي. ولازم عشان تدرس تاريخ تيجي لصاحب التاريخ يا صديقي، ونشوف اول درس حبيب قلبي اللي هو الحضارة والتاريخ. طب المنهج بتاعي بيتكلم على عم زياد، بيتكلم على 9 دروس، وحدة أولى ووحدة تانية. الوحدة الأولى فيها 3 دروس، والوحدة التانية فيها 6 دروس. تمام يا صديقي؟ اوعى تنسى تتابعنا على قناة مستر الزوز بالعربي والإنجليزي يا رجالة، ده الشعار بتاعها. الحضارة والتاريخ أول درس حبايب قلبي في منهج أولى ثانوي. بيقول لي يا عم زياد هنقسم الدرس بتاعي لجزئين، جزء حضارة وجزء تاريخ، جزء حضارة وجزء تاريخ. عم الزوز هو يعني ايه حضارة؟ يعني ايه حضارة اصلا؟ قال لي يا عم زياد الحضارة هي ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان. يبقى حضرتك اي مجهود انت بتعمله ده اسمه حضارة. يبقى يعني ايه حضارة؟ ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان. طب هو يا عم زياد الانسان مننا لما يجي يبذل مجهود هيبذل مجهود كده في الهواء؟ لا، ده لازم يتفاعل مع البيئة. يبقى الحضارة ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة. تاني، يبقى الحضارة يعني ايه؟ هي ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان نتيجة ايه يا عم الزوز؟ تفاعله مع البيئة. طب احنا بنتفاعل مع البيئة ليه؟ واحنا بنعمل مجهود ليه؟ عشان نحسن مستوى حياتنا، عشان نحسن ظروف حياتنا. واحنا في الدنيا هنا موجودين ليه؟ عشان نعمر الكون ونعبد ربنا، صح ولا لا؟ بس خد بالك، يبقى الحضارة دي احنا لازم كل واحد مننا يعمل حضارة. مش انا جيت بصور واشرح وبتعب فانا عايز اعمل تاريخ ليا، عايز اعمل حضارة للزوز، صح ولا لا؟ انت كطالب بتذاكر وبتجتهد وبتتفرج على فيديوهاتي وبتساعد نفسك انك تتثقف عشان تنجح وهكذا، انت كده بتعمل حضارة ليك، صح ولا لا يا رجالة؟ كل واحد مننا ليه معركته الخاصة بيه يا رجالة، كل واحد مننا عايز يثبت نفسه في المجال اللي هو فيه، وده طبعا حاجة كويسة جدا. وطبعا الكلام ده اتذكر في القرآن اللي هو السعي والاجتهاد والتطور، صح ولا لا يا رجالة؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز يا رجالة إن ليس الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى، صح ولا لا يا رجالة؟ يعني إحنا حضرتك ربنا بيكافئنا إن إحنا نشوف نتيجة سعينا دوت، صح؟ فيا رجالة الحضارة هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. ليه؟ ليه هنعمل كده؟ لتحسين ظروف حياته ماديا
او معنويا. ماديا يعني يكسب فلوس كتير، يعمل حاجه، يبني قصور، يبني فيلا، يبني حاجه ليه، حاجه بتتلمس، صح ولا لا؟ لكن المعنويه ان انا راجل اكون عندي قدر من العلم كافي انه يخليني ابقى راجل جامد وراجل كويس في مجالي. طيب لغرضنا ايه يا عم زياد؟ لتعمير الكون الذي يعيش فيه. يبقى تاني، الحضارة ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. ليه بقى يا عم الزوز؟ لتحسين ظروف حياته ماديا أو معنويا. غرضنا تعمير إيه؟ الكون الذي نعيش فيه. طب يا عم الزوز، من مفهوم الحضارة هنستنتج إيه؟ هنستنتج إن الغاية بتاعتنا الوحيدة في الدنيا دي تعمير الكون. تعمير الكون هو احدى غايات وجود الانسان عليها اصلا. يبقى احنا الغايه بتاعتنا ان احنا نعمر ايه؟ الكون، صح ولا لا؟ وربنا قال ايه؟ واني جاعل في الارض خليفه. خليفه ليا، ان هو اساسه انه يعمر في الكون دوت، صح ولا لا؟ احنا كبني ادمين موجودين ليه في الدنيا؟ عشان نعبد ربنا ونعمر ايه يا رجاله في الكون. هتعمر ازاي في الكون؟ من خلال علمك وثقافتك واحترامك للناس، صح ولا لا يا رجاله؟ يبقى تعمير الكون هو احدى غايات وجود الانسان ايه عليها. عند الظروف البيئيه، البيئه اللي محوطانا يا رجاله او البيئه اللي احنا بنتفاعل معاها ليها دور مهم جدا برضو. الظروف البيئيه لها دور كبير في تحديد سمات كل حضاره. زي ايه بقى يا رجاله الحضارات؟ قال لي الحضارتين المصريه القديمه، الحضارتان المصريه القديمه وحضاره بلاد الرافدين اللي هي حضاره بلاد ايه؟ العراق. حضارتين زراعيتين نتيجه لوجود الانهار والسهول الفيضيه. وحضاره فينيقيا حضاره بحريه تجاريه. يبقى انا يا عم زياد عندي امثله من الحضارات. عندي الحضاره المصريه القديمه والحضاره العراقيه او حضاره بلاد الرافدين. الاثنين دول متشابهين مع بعض لان هي قامت على الانهار وقامت على الزراعه والتربه الخصبه. لكن حضاره فينيقيا البيئه بتاعتها بيئه بحريه تجاريه. يبقى لكل حضاره بيئه مختلفه على حسب المتاح ليها. يبقى المتاح للحضاره المصريه القديمه والعراق الاساس في الحضارات دي هي البيئه النهريه، صح ولا لا يا رجاله؟ اللي هي السهول الفيضيه. طب البيئه المناسبه لحضاره فينيقيا كانت التجاره والبحر. تمام يا رجاله؟ طيب وده اللي انا بتكلم عليه نتيجه تفاعله مع البيئه على حسب بقى ايه نوع البيئه دي يا رجاله، على حسب نوع ايه البيئه. تيك تيك تيك. تعالوا كده يا رجاله حبايب قلبي اخواتي مستر الزوز. لكل حضاره اسهامات تستفيد منها الانسانيه. يبقى لكل حضاره في حاجات، لكل حضاره في حاجات احنا بنستفاد منها. ايه هي يا عم الزوز بقى؟ تعالى اما نشوف كده مع بعض. بيقول لي ماديه، مش انا قلت لك لتحسين ظروف حياته ماديا ومعنويا؟ طب ماديا زي ايه؟ المدن الجديده، المعابد، المقابر، المنحوتات والنقوش والاختراعات المختلفه. كلها حاجات ايه؟ بتتلمس. كلها حاجات ايه؟ بتتلمس. هو مش ريموت التكييف دوت يا رجاله؟ مش التكييف ده يعتبر حضاره لصاحبه اللي هو اللي اخترعه؟ عمل حضاره ليه؟ انا صاحب التكييف، انا اللي اخترعت التكييف. يبقى دي حاجه ماديه. مش انا بلمس التكييف وبلمس ريموت التكييف، يبقى دي حاجه ايه؟ انا بلمسها. المايك، المايك دوت يا رجاله بسجل منه، مش دي حاجه ماديه؟ مش صاحب اختراع المايك ده جامد قوي، صح؟ يبقى ده اخترع حاجه ايه؟ ماديه، حاجه انا بلمسها اهو بايدي. حلو الكلام يا رجاله؟ طيب طب معنويه، وتشمل الفكر والادب والفنون والعلوم المختلفه زي الرياضه والهندسه والفلك والطب. هي العلوم دي كلها انا بلمسها؟ لا مش بعرف المسها، لكن هي موجوده فيا، في شخصيتي ذات نفس انا. يبقى دي اسمها ايه؟ معنويه، حاجه من جوايا ما بتتلمس. فهمتوا يعني ايه ماديه وفهمتوا يعني ايه معنويه يا رجاله؟ طيب انا صديقي مفهوم الحضاره عندي ويل ديورانت. نعم يا اخويا. مين هو ويل ديورانت ده؟ هو في تعريف حضاره غير تعريف الحضاره اللي انت قلت لي هو ثمره اي مجهود يقوم به الانسان؟ قال لي اه. قال لي مين هو ويل ديورانت يا عم زياد؟ قال لي ويل ديورانت ده يا حبايب قلبي هو مؤرخ، تمام، وفيلسوف امريكي. تمام يا رجاله؟ هو راجل اسمه ويل ديورانت. هو اسمه الحقيقي ويليام جيمس ويليام ديورانت تقريبا، اسمه كده ويليام جيمس ديورانت، بس هو في المنهج عندي اسمه ويل ديورانت على طول. مين هو الجثه دي؟ قال لي هو مؤرخ وفيلسوف امريكي، راجل امريكي. ربط بقى ما بين حاجات كده حلوه، وبصراحه الراجل ده عنده حق والراجل ده جامد قوي. ازاي؟ قال لي يا صديقي ان مفهوم الحضاره عنده هو نظام اجتماعي. نظام اجتماعي؟ قال لي ما هو الحضاره ده نظام اجتماعي، بشر، صح ولا لا؟ نظام اجتماعي يعين أي يساعد الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي. الله يا ويل ديورانت. يبقى ويل ديورانت قال لك إيه؟ قال لي الحضارة هي نظام إيه؟ اجتماعي
يعين الانسان. كلمه يعين هنا يعني يساعد الانسان على الزياده في انتاجه ايه؟ الثقافي. طب تبدا منين بقى؟ ها حلوه الحته دي. تبدا مع انتهاء الاضطراب والقلق واستقرار الامن. ستوب صز. ايه ده؟ هو في علاقه ما بين الامن والاستقرار والاضطرابات والحضاره؟ هقول لك ايوه. ما هو انا عشان اعمل دلوقتي، هديك مثال حلو قوي وانا قاعد بصور. لو انا دلوقتي بصور، انا راجل بعمل حضاره ليا، صح ولا لا؟ طب لو انا دلوقتي في حواليا دوشه وفي صوت وفي كلاكسات وفي ناس قصادي بتتكلم، هل انتوا هتسمعوني؟ الفيديو هيبقى سيء جدا، يبقى انا كده كاني ما عملتش حاجه، لان في عدم استقرار، ما توفرتش ليا العوامل اللي انا اعرف اقف قصادكم واصور. يبقى في كده قلق حواليا، في اضطرابات، صح ولا لا؟ يبقى شرط من شروط الحضاره اللي هو ايه؟ الامن والاستقرار، عشان اعرف ابدع، عشان اعرف اقول كل اللي عندي. لكن لو حواليا ناس كتير كده مش هعرف اعمل اي حاجه. يبقى ويل ديورانت ربط ما بين الحتتين دول، قال لي تبدا الحضاره امتى؟ مع انتهاء الاضطرابات والقلق، ويبقى تبتدي امتى؟ مع الاستقرار وايه؟ والامن. تمام؟ بيقول لي الدليل هنا، لانه اذا تحرر الانسان من خوفه، لو انا خايف، لو انا واقف خايف كده قصادك مش هعرف اشرح، هيبان عليا ان راجل خايف، صح ولا لا؟ لكن لو انا خلاص انا تمام والدنيا حلوه زي دلوقتي كده وبشرح بكل صوت والدنيا حلوه وجميله، ببدع، بطلع كل اللي عندي، صح ولا لا يا رجاله؟ بص هنا بيقول لي ايه؟ لانه اذا تحرر الانسان من خوفه فتظهر لديه دوافع التطلع. لو انا اتحررت من الخوف بتاعي وبدات استقر خلاص، هعرف ابدع، هعرف اتطلع، واعرف اكتب، واعرف اقول، واعرف اشرح، صح ولا لا؟ يبقى لانه اذا تحرر الانسان من خوفه فتظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء. قال لي نستنتج من ذلك وجود علاقه بين الاستقرار والاضطراب والامن وقيام الحضاره. فمثلا بص المثال اللي هو عرضه لي ده حلو قوي يا رجاله. بيقول لي يا عم الزوز، من دراسة تاريخ المصري القديم سنجد أن معظم الإبداعات والإنشاءات والحضارات ظهرت في العصور التي اتسمت بالأمن والاستقرار، زي الأهرامات في عصر الدولة القديمة. إيه ده؟ طب ما عصر الدولة القديمة كان عصر استقرار، كان عصر أمن، كان عصر فيه أمن وأمان، فبالتالي المصري القديم كان رايق، كانت الغزالة رايقة، فقال لك ما يلا نعمل أهرامات، خوفو خفرع ومن قورع، قال لك يا باشا يلا نعمل أهرامات يا باشا، يلا نعمل يا باشا أبو الهول، يلا نعمل معابد، لأن كانت الدنيا رايقة، كان في استقرار، كان في أمن، فكان عندهم دوافع إن هم يعملوا إبداعات. لكن لو كانت عصر الدولة القديمة ده كان كله حروب وقرف، كانوا يعملوا أي حاجة، ما كانش يبقى في حضارة أصلا. فهمتوا يا رجالة اللي انا عايز اوصله لكم؟ يبقى الحضاره اساسها الامن والامان، وضد الحضاره الاضطرابات والفوضى والخوف وعدم الاستقرار. حلو الكلام؟ قال لي بيقول لي ولكن في عصور الاضطرابات وعدم الاستقرار تعرضت بعض الابداعات للخطر ولم تظهر ابداعات جديده. يبقى في الفتره العصور اللي فيها عدم امن وفي دوشه وفي فوضى ما كانش في ابداعات اصلا، كل حاجه كانت بدات تبوظ. وبعد نشاه الحضارات يا صديقي تبادلت الشعوب هذا التراث الحضاري فانتقلت عبر الاماكن والازمنه. يعني الحضاره يا صديقي مش ثابته في مكانها، الحضاره اتنقلت اماكن كتير جدا، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي حبيب قلبي الزوز من جوه. يلا يا اخويا. بس في حته صغيره كده عايز اقولها لكم. بيقول لي ايه؟ ولقد خلقنا الله شعوب وقبائل للتعارف ونتواصل، فعلى مر السنين تبادلت الشعوب تراثها الحضاري او تراثها الحضاري فيما يعرف بتواصل الحضارات. ايه ده؟ هي الحضارات بتتواصل؟ تفتكر كده هي الحضاره متصله ولا منفصله؟ اقول لك لا، الحضاره متصله، هي سلسله متصله ما بين دول كتير جدا. حلو الكلام. بيقول لي من خلال ايه؟ من خلال الاخذ والعطاء، ان انا اخد منك وايه وانت تاخد مني، صح كده يا رجاله؟ انا اديك وانت تديني، اللي هو انا بتاثر بيك وانت بتتاثر بيا، ومن خلال برضو التاثير والتاثر. حيث تميزت كل حضاره عن الاخرى، كل حضاره مختلفه عن الحضاره الثانيه. زي ايه بقى؟ الهويه الثقافيه، زي العادات والتقاليد، صح ولا لا يا رجاله؟ العادات وايه؟ والتقاليد. الخصوصيه العقائديه زي الدين، لكل حضاره وليها الديانه بتاعتها، لكل حضاره ليها الهويه بتاعتها اللي هي العاده وايه؟ والتقاليد بتوعه. يلا حبايب قلبي نشوف مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال نشوف بقى يا رجاله الحضارات اتنقلت الحضارات من مكان لاخر كسلسله متصله. بص يا رجاله، بيقول لي يا عم زياد انا اتفقت معاك ان الحضاره سلسله ايه؟ متصله وليست
منفصله، يبقى هي سلسله متصله. طب هي الحضاره بدات فين يا عم زياد؟ قال لي الحضاره بدات بحضارات الشرق. يبقى الحضاره يا عم الزوز بدات فين يا عم الزوز؟ بدات في الشرق. يبقى الحضاره كانت بدايتها فين؟ في بلاد ايه؟ الشرق. يبقى الحضاره كانت بدايتها في بلاد الشرق، وتمثلت في الحضارات اللي موجوده في بلاد الشرق اللي هي ايه؟ حضاره مصر، حضاره العراق اللي هي ما بين النهرين، وبلاد فارس اللي هي ايران دلوقتي، وحضاره فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان. يبقى امتى بدات الحضارات تظهر اصلا؟ بدات في الغرب ولا في الشرق؟ قال لي لا، هي بدات في الشرق. بدات فين في الشرق يا عم الزوز؟ بدات في مصر، وبدات في العراق، وبدات في بلاد فارس اللي هي ايران، وبدات في حضاره فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان. يبقى دي بدايه الحضارات اللي هي فين؟ في الشرق. طب هل فضلت في الشرق زي ما هي ولا اتنقلت للغرب؟ قال لي لا، اتنقلت الى ايه؟ الغرب. انتقلت يا رجاله الحضاره الى الغرب، وتمثلت في حضارتين، بلاد اليونان وبلاد الرومان. يبقى كانت في البدايه الشرق، ثم ذهبت الى ايه؟ الغرب اللي هي الحضاره الرومانيه والحضاره اليونانيه. هل هتفضل موجوده في الغرب خلاص يا رجاله؟ قال لي لا، هترجع تاني تغادر وتروح ايه؟ الشرق مره اخرى. يبقى الحضاره اللي تنتقل مرة أخرى إلى الشرق، يبقى رجعت للشرق تاني على يد مين بقى؟ على يد الحضارة الإسلامية، لتستقر لعدة قرون تقترب من كام رجالة؟ من 1000 سنة، تقترب من 1000 إيه سنة. يبقى الحضارة لما رجعت للشرق مرة أخرى قعدت 1000 إيه سنة. الكلام ده في عهد مين؟ في عهد الحضارة الإسلامية. هل يا رجالة الحضارة هتفضل في الشرق؟ قال لي لا يا صديقي، اتنقلت للغرب مرة أخرى، اللي هي الحضارة مرة تانية اتنقلت إلى الغرب، فكانت الحضارة الغربية الحديثة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. هل هتروح فين تاني يا صديقي؟ قال لي اقسم بالله ما اعرف، هي وقفت لغايه هنا يا رجاله واحنا شايفينها لغايه هنا. تمام يا رجاله؟ يبقى دي كده الحضاره سلسله متصله. ممكن يجي يقول لي يا زوزه دلل لما ياتي، الحضاره سلسله متصله وليست منفصله. هترص لي الكلام ده كله، هتقول لها حبيب قلبي الحضاره بدات في بلاد الشرق، في بلاد مصر وبلاد العراق اللي هي ما بين النهرين، وبلاد فارس اللي هي ايران حاليا، وبلاد فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان، ثم انتقلت مره اخرى يا صديقي في بلاد الغرب حيث الحضاره الرومانيه والحضاره اليونانيه، ثم انتقلت مره اخرى يا صديقي في بلاد الشرق على يد الحضاره الإسلامية واستمرت 1000 عام، ثم انتقلت مرة أخرى يا صديقي حاليا وهي الحضارة في الغربية الحديثة. حلو الكلام يا اخواتي؟ يبقى أنا كده خلصت موضوع إيه؟ الحضارات. اوعى تنسى يا صديقي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتترحم على والدتي حبيبة قلبي بالرحمة والمغفرة. يلا حبايب قلبي صلى على النبي. كلين سيلكت. يلا حبايب قلبي نشوف بقى التاريخ. نشوف ايه يا رجالة؟ التاريخ. طب يا عم الزوز، هو يعني ايه اصلا التاريخ؟ قال يا صديقي التاريخ لصاحب التاريخ يا صديقي، اوعى تنسى مستر الزوز. يبقى التاريخ هو علم يتناول النشاط الانساني. يبقى التاريخ يا عم زياد هو علم بيتناول النشاط الانساني، النشاط اللي انت بتعمله واللي انا بعمله، يبقى ده تاريخ، صح ولا لا يا عم زياد؟ طب هل التاريخ ده بيدرس في زمن واحد او زمنين او ثلاثه؟ قال لا، ده في كافه الازمنه المختلفه، جميع الازمنه يا رجاله. يبقى التاريخ هو علم يتناول النشاط الانساني، علم يتناول النشاط الانساني في كافه الازمنه المختلفه. ليه بقى؟ هو انا لما ادرس التاريخ استفاد؟ قال لي اه طبعا. يبقى التاريخ هو علم بيتناول النشاط الانساني في كافه الازمنه المختلفه. طب يا عم زياد هو التاريخ ده بيساعدني في حاجه؟ قال لي اه بيساعدني. طب بيساعدني في ايه؟ قال لي بيساعدني ان انا اعرف ايه؟ الماضي. طب لما اعرف الماضي ايه اللي هيفيدني؟ قال لي لما اعرف الماضي انا هفهم الحاضر، صح ولا لا؟ يبقى لي ايه يا مستر زياد؟ يبقى لي معرفة الماضي وفهم الحاضر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. طب ولما افهم الحاضر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده هيفيدني في حاجة؟ قال لي اه، هعرف ان انا اتنبأ بالمستقبل. يبقى تاني، يبقى التاريخ هو ايه يا رجالة؟ هو علم يتناول النشاط الانساني فين؟ في كافة الازمنة المختلفة لمعرفة الماضي وفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. تاني يا عم زياد، جيت لك وقربت لك اهو من الكاميرا. يبقى التاريخ هو علم يتناول النشاط الانساني في كافة الازمنة المختلفة. طب هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان انا اعرف الماضي وافهم الحاضر اللي انا فيه
واعرف اتنبأ بالاحداث المستقبليه. حلو الكلام. طيب من اقوال الامام ابي حنيفه، مين هو ابي حنيفه؟ ده امام من الائمه الاربعه. قال لك ايه؟ قال لك من قرأ التاريخ زاد عقله، يعني اي حد هيقرأ التاريخ عقله ده هيزيد. حلو الكلام يا رجاله، حلو الكلام يا رجاله. تعالوا بقى نشوف الكلام وندرس اهميه دراسه التاريخ. هو للتاريخ اهميه؟ يعني ان احنا ندرس التاريخ ده ليه اهميه كبيره؟ قال لي اه طبعا. ما هي اهميه دراسه التاريخ؟ اول حاجه استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه، يعني تشوف كده تسبق الاحداث كده وترجع بالاحداث فلاش باك لورا، تشوف الشخصيات وتشوف العبر اللي هم عملوها وتشوف الاخطاء اللي هم وقعوا فيها عشان تستفاد منها وما تكررش نفس الخطا. يبقى تاني يا رجاله استخلاص العبر من تاريخ الامم ايه السابقه، تشوف الامه اللي قبلك وتدرسهم كويس جدا وتشوف الاخطاء اللي كانوا بيقعوا فيها عشان ما تعملهاش. تاني حاجه ابراز القدوه الصالحه من الشخصيات التاريخيه. طبعا عندنا اعظم شخص في التاريخ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اكتر حد ان احنا المفروض ناخده قدوه صالحه لينا على مر التاريخ كله، والتي تركت بصمات واضحه على شعوبها ليقتدي الانسان بها. يا رجاله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انا كده يا صديقي عرفت من اهميه دراسه التاريخ حاجتين. اول حاجه استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه، ابراز القدوه الصالحه من الشخصيات التاريخيه والتي تركت بصمات ايه واضحه على شعوبها. ثالث حاجه تنميه الشعور بالمسؤوليه. التاريخ بيخليك شخص مسؤول يا رجاله، تبقى مسؤول عن وطنك، تبقى مسؤول عن الدوله، تبقى مسؤول عن حاجات كتير جدا. يبقى يا زوزة التاريخ ده بيساعدك في انك يبقى عندك ايه شخصيه المسؤوليه، وتحافظ على المكاسب التي حققها ايه المجتمع وتساهم في حل المشكلات. يبقى التاريخ يا مستر اول حاجه استخلاص ايه العبر من الامم السابقه، تاني حاجه ابراز القدوات الصالحه، صح كده يا رجاله زي ما اديتك مثال على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. تالت حاجه التاريخ بيعلمك المسؤوليه وبيعلمك ازاي تناقش القضايا وتحاول تحلها. رابع حاجه حبايب قلبي الابتعاد عن التعصب في العالم، لمن يقوم ان العالم لم يقوم على حضاره واحده او عنصر واحد او لغه واحده، فلكل امه نصيبها من ذلك الميدان لا ينكرها التاريخ. يعني الرغي ده كله يا صاحب التاريخ بيعلمك انك راجل ما تبقاش متعصب، راجل ما تبقاش متطرف لراي او لحاجه اتقالت. انت مثلا دلوقتي انا وانت داخلين في نقاش، انت ليك راي وانا ليا راي تاني خالص، صح ولا لا؟ انت كل واحد فينا متحيز برايه، مفيش مشكله، بس اهم حاجه يبقى في احترام، ولا انا اتعصب للراي بتاعي واقول ان رايي هو الصح ومفيش منه اتنين، ولا انت تتعصب للراي بتاعك. لا تتعصب يا اخواتي، ولازم تبقى انت مقتنع بالاختلاف، لازم يبقى في اختلاف وانت مقتنع بيه. يعني انا رايي غير رايك غير راي ماما غير راي بابا وهكذا، كلنا لينا اراء ويجب علينا ان احنا نحترم هذه الاراء وما نبقاش متطرفين لكل ايه راي منه. طب حاجه تانية يا عم زياد، بيقول لي يا مستر ان العالم لم يقم على حضاره واحده. يعني حضرتك لما انا جيت قلت لك وشرحت لك ان الحضاره هي سلسله متصله وليست منفصله، صح ولا لا يا رجاله؟ يعني في حضارات كتير جدا شاركت، مش حضاره واحده ولا اتنين ولا ثلاثه. انا قلت لك الحضاره العراقيه والحضاره المصريه والحضاره الفينيقيه والحضاره الايرانيه والحضاره الرومانيه والحضاره اليونانيه والحضاره الاسلاميه والحضاره الحاليه. ففي حضارات كتير جدا، فالعالم كله قام على حضارات كتير، مش حضاره ولا اتنين ولا ثلاثه. فما ينفعش ننحاز لحضاره ونقول هي اللي عملت العالم، لا دي حضارات كتير جدا مر عليها. تمام يا رجاله؟ يبقى ما هي اهميه دراسه التاريخ؟ استخلاص العبر من الامم السابقه، ابراز القدوات الصالحه، ثالث حاجه تنميه الشعور بالمسؤوليه وحل المشكلات، رابع حاجه الابتعاد عن التعصب والتطرف، وانك تفهم ان العالم كله قام على كذا حضاره وليست حضاره ايه واحده. صلي بينا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى يا حبيب قلبي تتابعنا على قناه مستر الزوز، هينزل لك كل الفيديوهات ان شاء الله. العصور يا رجاله ايه؟ العصور التاريخيه. بيقول لي بدأت العصور التاريخية باختراع الإنسان الكتابة. يبقى العصور بدأت إمتى؟ بعد ما الإنسان اخترع الكتابة، لأن بعد ما الإنسان اخترع الكتابة حبايب قلبي بدأ إن في كتابة وتدوين الأحداث اللي بتحصل، صح ولا لأ؟ يبقى حيث استعملها في تدوين الأحداث ومظاهر الحياة لدي الشعوب القديمة وحتى وقتنا إيه الحاضر. يبقى بدأ العصور التاريخية باختراع إيه؟ الإنسان للكتابة. ليه يا عم زياد؟ حيث استعملها في تدوين الأحداث ومظاهر الحياة لدي الشعوب القديمة وحتى وقتنا إلى الحاضر. يبقى تاني بدأت العصور التاريخية باختراع الإنسان لإيه؟ للكتابة، حيث استعملها في تدوين إيه؟ الأحداث، استخدم الكتابة في الكتابة، صح ولا لأ؟ أهو تدوين الأحداث، حلو الكلام، ومظاهر الحياة لدي الشعوب القديمة وحتى وقتنا الحاضر. لسه لغاية دلوقتي بنستخدم الكتابة، صح ولا لأ؟
بيقول يا صديقي المؤرخون قسموا العصور التاريخيه لفترات. تعالى بقى نشوف يا صديقي قسموها لايه. صلى على الرسول كده حبيب قلبي. اول حاجه حبيب قلبي العصور القديمه. العصور القديمه طب بدايتها منين؟ قال لي تبدا من الالف الرابعه قبل الميلاد طبعا حتى سقوط روما النهائي عام 476 ميلاديا. تاني يبقى بدايه العصور القديمه قال لي تبدا من اواخر الالف الرابعه. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه اواخر الالف الرابعه؟ يعني مثلا يا عم زياد عندي كلين بن من حوالي 4000 سنه قبل الميلاد لغايه مثلا 3001 صح كده؟ يبقى دي كده اواخر الالف الرابعه. حلو الكلام يا رجاله؟ طيب وحتى سقوط الامبراطوريه الرومانيه اللي هو سقوط روما بقى خلاص عام 476 ده طبعا ميلاديا. يبقى تاني العصور القديمه ما بين انهي فتره؟ انا عايزك بس تعرف لي الفترات مش اكتر عشان ممكن يجي لي سؤال في الفتره يقول لك انهي عصر، فانت من خلال الارقام دي هتعرف العصور او من خلال الاحداث اللي انا اقولها لك تعرف العصر. بس ممكن ما يجيبلكش حدث وممكن يجيب لك تاريخ يقول لك بعصر بدا من اواخر الالف الرابعه لغايه سقوط روما النهائي. حلو الكلام؟ يبقى تبدا من اواخر الالف الرابعه قبل الميلاد حتى سقوط الامبراطوريه الرومانيه. سقوط الامبراطوريه الرومانيه اللي هي كانت عاصمتها ايه يا رجاله؟ عاصمتها روما اللي هي ايطاليا دلوقتي يا رجاله. اوكي؟ طيب العصور القديمه دي منحصره ما بين الفتره ديت. ايه اللي حصل في خلال العصور القديمه دي يا رجاله؟ قال لي اكتشف الانسان الزراعه. يبقى العصور القديمه اكتشف الانسان فيها ايه؟ الزراعه. تاني حاجه طالما زراعه يبقى مرتبطه بالاستقرار، يبقى عرف الاستقرار والكتابه. تالت حاجه بنى المعابد والمقابر، قيام حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر ايه؟ المتوسط. تاني العصور القديمة في أواخر الألفية إيه يا عم الزوز؟ الرابعة قبل الميلاد لغاية سقوط روما النهائي عام 476 ميلادية. طب الأحداث اللي فيها اللي اكتشف الإنسان إيه؟ الزراعة، بعد كده استقر، بعد كده عرف الكتابة، بعد كده بنى المعابد والمقابر، بعد كده عمل حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر إيه؟ المتوسط. زي إيه؟ زي الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد العراق، حضارة فينيقيا، حضارة بلاد فارس اللي هي إيران، حضارة اليونان والرومان. يبقى كل دي حضارات حصلت في العصور القديمة. يبقى تاني يا عم زياد العصور القديمة تبدأ من أواخر إيه؟ الألف الرابعة قبل الميلاد لغاية سقوط روما النهائي أو سقوط الإمبراطورية الرومانية عام 476 ميلاديا. طب أهم مظاهر العصور القديمة أو ملامحها يا عم زياد؟ عرف الإنسان الزراعة، بعد كده استقر، بعد كده عرف الكتابة، بعد كده عمل مقابر ومعابد، بعد كده عمل حضارات كبيرة جدا على ساحل البحر إيه؟ المتوسط وفي شرق وحضارات في الشرق زي الحضاره المصريه القديمه، الحضاره العراقيه، الحضاره الايرانيه، الحضاره اليونانيه وايه؟ والرومانيه. يبقى كل دي حضارات حصلت في العصر ايه يا مستر؟ في العصر القديم. تعال نشوف يا رجاله تاني حاجه العصور الوسطى. تاني حاجه العصور ايه؟ الوسطى، ودي مهمه قوي يا رجاله وبتيجي كتير جدا في امتحانات. العصور الوسطى احنا انتهينا في العصور القديمه بتاريخ 476. هنبتدي النهايه بتاعت العصور القديمه هنبتديها في العصور الوسطى اللي هو تبدا من 476 ميلاديا وحتى عام 1453. التاريخ ده بيفكرك بيها بتاع ثالثه اعدادي اللي انت خريج ثالثه اعدادي السنه دي اللي انت رايح اولى ثانوي. يعني حضرتك انت خدت 1453 ده التاريخ بتاع فتح محمد الثاني القسطنطينيه او محمد الفاتح، صح ولا لا يا رجاله؟ تاريخ فتح القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه على يد القائد العثماني محمد الفاتح. يا بتاع ثالثه اعدادي ها يا اللي مش فاكر اي حاجه. يبقى تاني يا رجاله العصور الوسطى بدايتها عام 476 حتى عام 1453 وده تاريخ فتح القسطنطينيه. العصور الوسطى دي يا رجاله بتيجي كتير جدا في الامتحان، يجي يقول لي عصر يتميز بالطابع الديني. السؤال ده يا رجاله بيجي في امتحانات كتير او بيجي في تدريبات كتير او في كل الكتب. يتميز عصر يتميز بالطابع الديني، اختيارات هتكتب له العصور الوسطى. العصور ايه؟ الوسطى. يبقى عصر يتميز بالطابع الديني عصور وسطى. طب ايه العصور الوسطى فيها ايه؟ قال لي اول حاجه انتشار المسيحيه، يبقى المسيحيه بدات تنتشر في العصر او في العصور ايه؟ الوسطى. تاني حاجه يا رجاله سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى نواحي الحياة. إن كنيسة دينية
مسيحيه كاثوليكيه تسيطر على كل نواحي الحياه، بتدير بقى السياسه وبتدير الدين. ما ينفعش جهه دينيه تدير كل حاجه في اوروبا، صح ولا لا؟ يبقى كده فشل، صح ولا لا يا رجاله؟ يبقى سيطره الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا على شتى نواحي الحياه. يبقى اول حاجه في العصر ده العصور الوسطى، قال لي حصل فيها مستر، قال لي انتشار المسيحيه. تاني حاجه يا مستر ان الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا سيطرت على كل حاجه، وده طبعا فشل ذريع جدا. تالت حاجه قيام نظام الاقطاع يا رجاله اللي هو بتاع الاراضي الزراعيه، وسيطره الجهل والتخلف في اوروبا. يبقى العصور الوسطى هو تخلف وجهل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاوروبا. بالنسبه لمين؟ لاوروبا. يبقى يا مستر ما هو عصر الظلام في اوروبا؟ هو العصور الوسطى. ده يا مستر ظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي وانتشار الفتوحات الاسلاميه، بدا الاسلام ينتشر. ازدهار الحضاره العربيه الاسلاميه من الصين شرقا حتى بلاد الاندلس في الغرب. يبقى في الفتره العصور الوسطى كانت الحضارات في الشرق قويه، لكن في اوروبا كانت ظالمه، كان في ظلام دامس في اوروبا في الفتره دي. يبقى لو جيت قلت لك، انا جيت قلت لك هنا انتشار المسيحيه وظهور الاسلام وازدهار الحضاره العربيه الاسلاميه، لما جيت قلت لك عصر يتميز بالطابع الديني اللي فيه ديانات كتير، يبقى العصور ايه؟ الوسطى. تاني يا رجاله، يبقى العصور الوسطى انتشار المسيحيه وظهور الاسلام ونظام الاقطاع وسيطره الكنيسه الكاثوليكيه على جميع نواحي الحياه في قاره ايه؟ اوروبا. وقيام نظام الاقطاع طبعا، وكل ده كان جهل وتخلف بالنسبه لايه؟ لاوروبا. انا معتقد الموضوع سهل جدا وجميل وحلو قوي. نخش بقى حبايب قلبي على العصور الحديثه. طبعا زي ما نهينا بتاريخ ايه؟ احنا قلنا كام؟ 1453. هنبتدي هنا بتاريخ 1453 وهو العصور الحديثه. بدايتها تبدا من 1453 ميلاديا حتى الحرب العالميه عام 1914 ميلاديا. اللي حصل في العصور الحديثه دي يا زوز؟ العصور الحديثه دي ظهرت النهضه الاوروبيه، بدا يبقى في بقى نهضه اوروبيه، بدات اوروبا تعيد مجدها من تاني. قيام الثوره الصناعيه، الثوره الصناعيه حصلت، بقى في مواد خام، بقى في حاجات عايزه تتصنع. قيام حركه الكشوف الجغرافيه، الكشوف الجغرافيه ان في بعض الهولنديين والفرنسيين والانجليز راحوا قاره افريقيا وبداوا يستعمروها وبداوا يكتشفوا القاره عشان ياخدوا ثروات ومعادن ومصادر طاقه يودوها لبلدهم في اوروبا ويصنعوا. وبعد كده اللي حصل زي ما قلت لك قيام حركه الاستعمار الاوروبي طبعا. تمام يا رجاله؟ يبقى دول اربع حاجات: ظهور النهضه الاوروبيه، ثوره صناعيه، قيام حركه كشوف جغرافيه، قيام حركات الاستعمار ايه؟ الاوروبي. خلاص كده بداوا يستعمروا قاره افريقيا وياخدوا منها كل حاجه. يبقى في العصور الحديثه بدات اوروبا تستعيد قوتها من تاني عن طريق ظهور النهضه الاوروبيه، قيام الثوره الصناعيه، حركه كشوف جغرافيه، قيام حركه الاستعمار الاوروبي عشان ينهبوا الثروات ويودوها لاوروبا ويعرفوا يصنعوا ويعملوا حضارات ليهم. تمام يا رجاله؟ نخش بقى يا اخواتي على التاريخ المعاصر، ودي اخر حاجه في الدرس. هو سهل جميل جدا، درس سهل جدا يا رجاله وجميل جدا وفهمه سهل وحله هيبقى حلو جدا ان شاء الله، وانتظروا طبعا التدريبات بتاعته. التاريخ المعاصر اللي هو اللي احنا فيه ده، بس خد بالك بقى التاريخ المعاصر اللي انا بكلمك عليه دلوقتي ده ليه ايجابيات وليه سلبيات، يعني هي مش حاجه واحده، هي ليها اتنين، ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. تعال نشوف التاريخ المعاصر. طبعا بدايته من 1914 لغايه وقتنا هذا، لغايه ناو يا رجاله، صح؟ طيب ملامحها او مظاهرها وايجابياتها وسلبياتها. ايه هي ايجابياتها يا مستر؟ قال لي في التاريخ المعاصر ظهرت حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. بدأت الدول المستعمرة بدأت تستقل وتاخد وضعها من تاني، بدأت دول الاستعمار تمشي من الدول اللي كانت مستعمرة، بدأت الدول تبقى حرة. يبقى في الملامح الإيجابية للعصور المعاصرة أو التاريخ المعاصر بدأت الدول تاخد وضعها من تاني وتاخد الحرية بتاعتها. تاني حاجة يا عم الزوز، الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا والاختراعات العلمية المتنوعة. بدأ يبقى في تكنولوجيا، بدأ يبقى في تكييف، ريموت تكييف، بدأ يبقى في موبايلات، بدأ يبقى في مايك، كاميرا، وهكذا. يبقى دي تكنولوجيا واختراعات ظهرت في التاريخ المعاصر ما كانتش موجودة قبل كده. احنا كان الاوبشن الجامد أو الكتابة والزراعة، صح ولا لا؟ لكن دلوقتي في التاريخ المعاصر بدأ يبقى في تكنولوجيا وفي اختراعات علمية ومتنوعة. وعندي يا رجالة طبعا هبوط الإنسان على سطح القمر واكتشاف الكواكب. كل دي من إيجابيات العصر يا رجالة المعاصر او التاريخ المعاصر. طب هل في سلبيات؟ طبيعي يا رجاله في سلبيات كتيره جدا. الحروب العالميه المدمره للبشريه، لان الحروب دي كلها دمار للارض، كلها دمار للبشريه زي ما انتم شايفين. تاني حاجه انتشار الامراض الخطيره يا رجاله زي كورونا والكانسر والامراض المزمنه زي السكر والفيروسات والحاجات دي كلها ما كانتش موجوده زمان غير بعد ظهور التكنولوجيا. فدي من اثار السلبيه يا رجاله، انتشار الامراض الخطيره. والبليوشن اللي هو تلوث البيئه. طبعا كل اللي انا عمال اتكلم عليه ده كله ملوث
ملوث للبيئه. يبقى دينا كده يا مستر قسمت لك التاريخ المعاصر لايجابيات وسلبيات. وبكده يا صديقي اكون خلصت اول درس في اولى ثانوي بكالوريا، درس الحضاره والتاريخ حبيب قلبي. ما تنساش يا صاحبي تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان ينزل لك كل جديد يا حبيب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.